تعالى وبركاته. متابعينا الأعزاء، عدنا لكم من جديد. مرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الاستثنائية بين قوسين اللي غنسلطوا فيها الضوء على واحد المجموعة ديال الأحداث وقعات في المعبر الحدودي ولا الحدود بين المغرب والجزائر. ناضت ضجة، ناضت قيامة، بزاف ديال الأمور بسبب ظهور العلم الإسرائيلي. إخواني أخواتي، قبل ما غادي ندخلوا في تفاصيل هذه الحلقة ما تنسوناش من التشجيعات ديالكم، لايك، بارطاج، تعليق، ينم عن أخلاقكم. ما تخدموش العاطفة، ما تخدموش بالعاطفه، نحلوا الامور منطقيا. اوكي، منطقيا غادي نهضروا منطقيا. بطبيعه الحال اخواني اخواتي، شفتوا واحد السيده ذات او هزه العلم المغربي والعلم الاسرائيلي. بعض الامور ولا بعض الصفحات كتقول بانها مغربيه يهوديه، مغربيه يهوديه. دونك مغربي ألف مرحب به. ما يمكنش أنك غادي تنتقد مغربي ولد بلادك بغض النظر على الديانة ديالو. بعض المصادر كتقول بأنه دي سائحة إسرائيلية جات في المغرب، دارت هذيك لو جيست عزيز على المغرب، شدت الراية. بزاف ديال الأقوال، بزاف ديال الأحاديث. حنا غادي نمشيو في هذا الطرح ديال مغربية يهودية. أول حاجة، مستحيل انك غادي تلقى شي مغربي ما عارفش المغاربه اليهود داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، والدور ديالهم والمكانه ديالهم في العالم، وشنو كيديروا على قبل بلادهم، على قبل المغرب اولا، عاد بلادهم الثانيه اللي هي اسرائيل. هذه ما غاديش نتناقشوا فيها بزاف. المغاربه اليهود منتشرين في جميع بقاع العالم، وعندهم عندهم البلاد ديالهم اللي هي المغرب البلد الام او البلد المحتضن اللي كان احتضنتهم. حتى كاين بعض الاسرائيليين اللي ما عندناش معاهم مثلا لا دم لا قرابه لا حتى شي حاجه، ولكن كيبغيو المغرب. واخا من هذه النقطه غادي نمشيو. اول حاجه، كاين اللي شاف او اغلب الصفحات ديال الاعلام الجزائري اعتبرت بان هذا استفزاز، اعتبرته بانه استفزاز. علاش ديك السيده تجي ودير هذه الحاله؟ للاشاره فقط. ربما ما كانتش بوحدها، كانوا معها اصدقاء ديالها، صديقات ديالها، كانوا كيجيو كياخذوا صور. يعني بطبيعه الحال المغاربه اللي كيمشيو تما راه عارفين ما كاينش واحد ليسباس بيناتنا. يعني بعض المرات كيكون الافراح، بعض المرات كتكون المسرات. اليوم كيخرج الاستاذ رضوان الرمضاني بواحد التدوينه ديالو على حساب فيسبوك. يعني قصح شويه الهضره، ولكن هضرته لحد ما منطقيه جدا، منطقيه جدا. المنشور غادي نقلب عليه وغادي نحطو لكم اخواني اخواتي، وتكلم على ان مغربي ود بلادك كذا كذا، ما يمكنش انك غادي تزاوطو وتخليه يفترسو البراني. هذه نقطه جد ايجابيه بغض النظر على العالم اللي ترفع ولا اللي ما ترفعش، ماشي شغلنا هذا. حاجه وحده. وتكلم كذلك على الاستفزازات، تكلم على الاستفزازات فوقاش؟ في واحد الوقت اللي ما كاينش شي مغربي على وجه الكره الارضيه ما كانش واصله فيه العظم. المغاربه كلهم ليله السبت يوم نهائي كاس افريقيا بالمغرب، في ديك الفضيحه اللي داروا السنغاليين والجمهور السنغالي والمدرب السنغالي والمنتخب السنغالي، كان المغرب ساخط. الو سيدي شنو وقع؟ جاو جزائريين لهاد البلاصه هادي ديال زوج بغال، جاو ووقفوا في واحد الشانطي كاين تمايا، وقفوا واحد الطوبيسات ديال 1960 وشي طوبيسات قدام تمايا واقيلا فاش في يامات المستعمر، وكيشطحوا وكيردحوا وطالعين فوق الكيران، طالعين فوق دوك الطوبيسات. ماشي كيران، غير ميني، غيكا ماشي كار، ما كاملش طلعوا الفوق وكيشطحوا كيردحوا. وللاسف الشديد ما كانوش المغاربه تما. ها اللي في دارو كيتفرج، ها اللي سد عليه من الحسره، ها اللي في القهوه. يعني ديك البلاصه كانت خاويه، وكانوا خارجين وكيغوتوا بواحد الصوت اللي ما يمكنش. هذا في ديك البلاصه. يعني شنو هنايا؟ استفزاز مباشر لمشاعر المغاربه، ما راعوا لا الحسره لا الظلم التحكيمي لا الهادي لا الهادي لا الهادي،
حتى شي حاجه ما راعاوش، وما راعاوش كذلك للخروج ديال المغاربه للشارع فرحانين نهار داو هما الكاس. نهار داو هما الكاس وانا كنت واحد منهم، شجعنا، خرجنا، غوتنا، مبروك عليهم، كذا 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 كذا. ولكن هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هذا الشيء اللي شفنا بالدليل والبرهان. ثاني حاجه، الشوارع كنعرفوا ممنوع التجمهر في الجزائر، ممنوع منعا كليا التجمهر، ما ديرش تجمهر. ولكن حتى لا كانت شي تظاهره ولا شي مظاهره عفوا مرخصه، كتلقى واحد التطويق امني رهيب. هذاك النهار اللي خسر فيه المغرب، عرفتي الشوارع ديال المدن الكبرى كلها خرجات، ولا رجل امن بان، لان عارفين بان ديك الساعه واحد الفرحه اللي ما يمكنش شي واحد غادي يخرب شي ممتلكات ولا غادي يعني. قالوا لهم خرجوا فرحوا مع راسكم، اليوم يوم عرس، اليوم عيد. اوكي، هاك هو واحد الدليل. ها واحد، شوفوا دابا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم شوف إخواني أخواتي، هذه من اللقطات النادرة اللي كاينة في السوشيال ميديا. أما إلا جيتي تشوف فرحة الجماهير العربية، وهنا لا أعمم، لأن كاين بعض الناس منهم فلسطينيين خوتنا اللي يطلقوا عليهم إشاعة أنهم فرحوا، بالعكس حزنوا حزنا شديدا. إخوان الفلسطينيين ديالنا حزنوا حزنا شديدا. هذه كتبقى قضية ديال الفلسطينيين احنا معها قلبا وقالبا. معروف على المغاربة، إذا مشيتي غير المرجان ولا مشيتي السوبر ماركت كتلقى واحد الصندوق مخصص للفلسطينيين اللي داز كيحط فيه. يعني احنا أشد الناس دفاعا عن القضية الفلسطينية. ولكن ملي كتجي الأمور أن مثلا واحد مغربي يهودي دار واحد اللقطة، فأنا لا ألوم بهذا المنبر هذا، لأن إلا جيت نهضر فاستفزاز مقابل استفزاز، استفزاز مقابل استفزاز. هادشي اللي كنعرف. انت استفزيتي المغاربة في الوقت اللي كانوا كيبكيو الدم على واحد الحوايج اللي كانت غتخرب لهم التظاهرة ديالهم، والعديان باغين انهم يسقطوا في هذا الفخ وتنوض كارثه وتنوض مجازر وتنوض كوارث ويتحرموا من تنظيم كاس العالم 2030 ويتحرموا من بزاف ديال الحوايج. انت خارج كتشفى وكتضحك فين؟ في ديك البلاصه اللي اليوم كتشكى منها. اذا غادي نشوف اغلب التعاليق ديال المتابعين. غنخلي لكم نتوما الراي، انا لحد الساعه ما عطيتش الراي ديالي، ولكن نتوما غنخلي لكم الراي في التعاليق بكل ادب واحترام. لكم الكلمه، نتوما اللي غادي تحكموا الفيصل في هذا الشيء. كاين اللي كيقول لك اودي حنا هذوك الناس ما بيننا وبينهم ما عمرنا اداونا، ما عمرنا اديناهم. كاين اللي تيقول لك اودي هادو اللهم هادو، كل واحد وشنو كيقول. المهم غادي نخلي لكم التعاليق مفتوحه، لكم التعليق ولكم الكلمه. وما تنسوناش من التشجيعات ديالكم، واحد لايك، بارطاج، تعليق لهم عن اخلاقكم. غادي نقول لكم ليلتكم ليله سعيده، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.